الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وافق عليه السيد الرئيس و12 في الجريدة الرسمية، وأصبح سير المفعول، وهتطبق القيمة الزيادة 250 جنيه من أول الشهر. طيب الناس بتقول هي 250. الناس برضو يا جماعة، الناس اللي بتسأل، في ناس والله طيبة جدا ومش القانون وفي ناس متعلمه جدا. القانون ده وخه مش عارفين هم قانون قديم ولا قانون جديد، وايه اللي هيطبق على العقد وايه العقد دوت، ويقولوا هل القانون هيطبق على المساكن السكنيه بس ولا الوحدات التجاريه، وال 250 دولت للوحدات السكنيه ولا الوحدات التجاريه. ناس يعني بتسال اسئله بتدل على الشعب الطيب بتاعنا. واجبنا اللي عارف حاجه يقولها بما يرضي الله وبصراحه، ما يألفش قانون ويكذب على الناس ويتوخ الناس. فالناس بتقول لك طب ال 250 جنيه دولت، السؤال 250 هم للسكني ولا للتجاري؟ اقول له لا، للسكني، للوحدات السكنيه. التجاري قلنا 5 امثال القيمه الايجاريه باخر زياده في ومعروفه ب5 امثال تضربها. اول سنه بتدفع 5 امثال، بعد كده بعد السنه او اول سنه بتزيد بعد كده 15%. وبالنسبه برضو للوحدات السكنيه بتزيد 15% بس بعد ايه؟ طيب هقول لكم بعدين. خلاص خلصنا من السؤال ده. يجي واحد تاني يقول لي طب ال 250 جنيه دول يعني مدفوعين ليه في الوحده؟ على طول هقعد اخد 250 جنيه واعمل بيهم انذار ولا لا؟ وما تعملش انذار. قلنا الكلام ده رديت عليه. طب هاخد ال 250 جنيه للوحده السكنيه على طول؟ اقول له لا، ده مؤقت. ال 250 جنيه للوحدات السكنيه مؤقته لحين نزول اللجان المشكله من الحكومه لتحديد المستوى المنطقه التي تعيش فيها وتحديد القيمه الايجاريه عن هذه الوحده. هيشوفوا انت اول حاجه هيقسموها مناطق راقيه، مناطق متوسطه، ومناطق اقتصاديه. وقلنا المناطق الاقتصاديه انت بتدفع مثلا 100 جنيه. المناطق اللي هي مش 100 جنيه، يقول 20 جنيه، هتزيد 20 ضعف مثلا ب 400 جنيه. فقال لك لا، ما ينفعش 400 جنيه، يبقى هنديله حد ادنى 1000 جنيه. افرض واحد كان مؤجر ب 100 جنيه وهضرب له 20 ضعف، طلعوا على 2000 جنيه، يبقى يدفع 2000 جنيه. المهم ان هي ما تقلش عن 1000 جنيه، 20 ضعف وزياده 15% كل سنه. الوحدات السكنيه 10 اضعاف. يعني سيادتك ب 20 جنيه لما اضرب في 10 جنيه بضرب في 10 اضعاف، يعني ب 100 جنيه ما تنفعش، يبقى القيمه الايجاريه نخليها 400 جنيه، ما تقلش عن 400 جنيه. تزيد برضه 15% كل سنه بعد اول سنه ولا الفتره الانتقاليه ال7 سنين. المناطق الاقتصاديه هتزيد 10 اضعاف بحد اقصى 250 جنيه. افرض انا بدفع 2 جنيه او 3 جنيه وضربت في 10 اضعاف، قول 30 جنيه، 3 جنيه، يبقى لا، قال لك لا، ما تقلش عن 250 جنيه. تزيد يبقى من حق الملك برضه ياخد بالزياده. يبقى ال 250 دول مؤقتا لحين الانتهاء اللي جاي من تحديد القيمه الايجاريه، المستوى وتحديد القيمه الايجاريه. وقلنا ان اللجان دي مفيش حد يخاف منها، الناس مشككه منها. الدوله هتختارهم على الفرازه، واللي بيتشكك في حاجه يقولها. ولدرجه ان قال لك لو واحد من اللجنه دي قريبه في المنطقه ده للدرجه الرابعه ما ينفعش ان هو يبقى مشكل في اللجنه، تعترض عليه. لو الحكومه عارفه مش هتعينه، انت بقى كمالك ولقيته عرفت الكلام ده تقول لا، ده كذا هيشال على طول. ومنطقه واعمالهم موثقه وتحت رقابه القضاء. يبقى ال 250 جنيه للوحدات السكنيه هي مؤقته لحين تشكيل اللجان وتحديد القيمه الايجاريه، ويتم تحصيلها من المالك ويديله ايصال بذلك. طيب جت اللجنه قالت لا، انت دفعت 250 جنيه، انت الاجره بتاعتك مثلا 500 جنيه، واللجنه جت بعد 3 اشهر، يبقى انا ليا 750 جنيه، ممكن اسددهم على 3 اشهر للمستاجر اللي هو الميعاد اللي جيت فيه اللجنه. لو والله لو مستاجر عايز يدفعهم ويخلص ذمته وياخد بيهم وصل، يبقى خلاص. خلي بالكم الايصالات هتبقى مهمه، خلي بالكم تاخد بيهم ايصال خلاص. فده القيمه ال 250 جنيه هي مؤقتا. هم قالوا ممكن تقعد 3 اشهر، وقالوا ممكن تنتهي خلال 3 اشهر وما يتم. لو اللجان ما خلصتش وعملتش حصر لهذه بالتقسيم والقيمه الايجاريه،
في خلال الثلاث اشهر اللي هم من شهر 9 مثلا لشهر اخر نوفمبر، يبقى ممكن الحكومه تمد لها كمان 3 اشهر. بس هم الحكومه واثقه ان هم الموضوع سهل جدا ومدروس وهيتنفذ في خلال الثلاث اشهر. يبقى انت لو في الثلاث اشهر، يبقى انت في خلال سيادتك بتاخد اجره مؤقته 250 جنيه في خلال الثلاث اشهر، والزيادات هتعرف تاخدها ونقول لك هتاخدها ازاي ان شاء الله. شكرا.